اكسكيوز مي. اوه خالد قالد استنى في تعال شوف. استنى ثواني. لازم تجيبني ظبطني. It's good money is here. معتصم ما يشوف. ظبط. يا زلمه شوف احنا كيف احنا بالبرنامج. معتصم هسا ضل احرك عشان بدي اقول لك شغله، لا سائل عني ولا سائل عنك، مهتم بس بهذا ما يصير فيه عشان هذا ما يروحش ما يبطلش. ايوه هي بيعملوا له ترجمه. ايوه شايف كيف؟ طيب هسا استمرار في تحريك الخليط. أيوه. حتى يثقل. لورس انت نسيت الطبخ ولا؟ لا بس هذا الحلو ترند، هذا جديد يعني بعرف يعني بديش اخربط فيه. خلينا نحكي للناس المكونات. احكي. Excuse me, come ici menu. It's menu is sweet, okay? المكونات: كوبين ونص حليب. هاي اسم الطبخة كازان دي باي. صح هاي كازان دي باي؟ كازان ديبي. كازان دي بي. كازان عائلة قرشي. اوه كيف تطلع في الدبلجة؟ هذا البيت له عيلة. كوبين ونص حليب. كل شيء. معلقة كبيرة ونصف طحين. معلقة كبيرة ونصف نشا. شو مين كاتب هاي؟ معلقتين كبار سكر. صفار بيض واحد. معلقة فانيلا. معلقتين كبيرتين. معلقة كبير قال بعدين بعد شوي حاطين. طبعا اقراها. كبيرتين. معلقتين كبيرتين سكر بودرة. فستق ورد للتزيين. فستق وورد للتزيين. فستق وورد للتزيين. اسمع مشان المصور انجليزي لازم نعملها بالانجليزي. اعملوا اياها بالانجليزي عشان يفهم. Excuse me please. It's English now, okay? هسه عشان اذا ناس تبعونا من بجوز ناس يتابعونا من هون من حدا. واحد اخذ مرته وخلى اولادهم بامريكا لازم يتعلموا الاكل الكازاتيني هذا اللي بيسوي. تحت عصر الليمون هاي وين؟ عصرة في عندنا مليان ليمون ولك عندنا شجرة بدي ليمون. العصرة اذا انت هسه تركت الليمون كله بدك العصرة. اكسكيوز مي ويت ام كامين اوكي. استنى ولا في مش موجود هون صار. اسمع اكسكيوز مي احنا درنا طحين. وين راح؟ وفي طحين هون كان في حليب بس. استنى بضاعة حلوة. انا درت طحين عن جد ما درتش طحين. هذا سكر بقى. شو طحين ببين معك؟ لا شو الهبل اللي احنا فيه؟ لا انا ما درتش طحين يا اخي. هذا محل ايش؟ انت شو قاعد بتسوي؟ في شو طحين؟ لا استنى مو بجوز ما فيها طحين الشغله. بدي اتاكد انا هو بدهم ولا يخرب بيتك. بس سؤال عن جد والله العظيم درت نشا دريت درى. انت لمين تسال؟ حيط اخضر لمين بتسال؟ مرحبا روح يا نشا راح يصير بعقله ويجي. روح يا نشا. ما مين قاعد تحكي؟ وبيصير يستعمل حركه ماي لازم تصير. على فكره احنا مش مسرحيه هون تلفزيون. انت قاعد تحكي مش مع قدامك جمهور. هسه بدك تحكي بانجليزي؟ طيب انا بساعدك. خلينا ندخل فيه بالانجليزي. انا بساعدك. خلي الناس تتثقف برا. وانا بقول لك انا بدي اساعدك. نضلنا هيك هبل على طول. خلينا نتعلم يا زلمه. اكسكيوز مي. 2 كوب من مولك. يعني 2 حليب. نعم. 2 this يعني this 2 this طحين. شو طحين بالانجليزي؟ يلا يا متعلم بالجامعات. قاعد بقول لك ليش رسمت؟ بس بالجامعه ما كانوا يعطونا عن الطبخ. عدت 1000 مرة. عدت 1000 مرة. هاي ستانلس ستيل. 2 ستانلس ستيل طحين. بس انا بطل لك اياها ثواني. this big يعني معلقة كبيرة. استنى ثواني. شات جي بي تي كيف حالك؟ ما معنى الطحين في الانجليزي؟ استنى. شات جي بي ما معنى طحين في الانجليزي؟ هلا بالحج انا بخير انت كيف؟ فلور. يس. 2 فلور بيج
ايش تعرفوش هي تشات جي بي تي؟ نشا. فلور بقول لك يعني ممكن استنى طلع لاحظ انها مش فلور اللي معناها زهره، لا تخربط وتروح تقول لهم اي لاف بيكنج وذ فلور. هذا بيعاتبك، عارف انه تاكل ورد بدل ما تاكل خبز. بس اخوان تفرجوا شو جاوبوا جي بي تي. عارف انه لورنس راسب 4 مرات في الجامعه. بيشرح لي مش راح تقول له، يقول مش راح تقول له. يا غبي. يقول له مش تروح تقول له. انا القاه من الشات جي بي تي ولا من امي؟ طيب ايش وقف معك؟ صفار البيض شو يعني؟ ايج ايش؟ لون شو ايج يلو. ايج يلو. ايج يلو. ايج يلو. ايج يلو without white، يعني 2 صفار بيض دون بياض. 1 يلو. يس. ايج. شو اللون الاصفر؟ ويلو. يلو. 1 يلو بيج. 1 يلو ايج. ايج. معلقة فانيلا. شو يعني فانيلا؟ معلقة. شو يعني معلقة؟ ما معنى ملعقة؟ معلقة حكينا في لونه فصحى، لازم تحكي له فصحى. ما معنى ملعقة؟ بقول لك قال احكي معي بعدين نايم. بدك اياها شاي ولا طعام؟ شو هذا؟ راح نتعب معه. طيب قول له اي شيء. بقول لك معلقة شاي صغيرة تي سبون. تي سبون. معلقة طعام كبيرة تيبل سبون. خلص فانيلا بالانجليزي يعني طاولة كبيرة وعليها معلقة. طيب هسه هاي فانيلا اسمها. فلا تخربط تروح تقول لهم اون تيبل سبون اوف سالت. هذا بعايرك. يعني في الملح بدل اون. مش تروح تقول شو هذا؟ مش تروح تقول لهم. استنى ابن عمك صاحب البرنامج. فلا هاي بحكي بقى عادي. يا مش تروح تقول لهم شو هذا؟ يما اطلع من الشات جي بي تي. اكسر الشاشه. حطيت فيها كراميل، ما اصغر الصحن لسه ضايف فيه. يا الله. هسه يلا الفانيلا شو يعني بالانجليزي؟ هسه هون هاي ريدي. هاي ريدي؟ يس. طيب شو يعني فانيلا بالانجليزي؟ شات جي بي تي. ما معنى فانيلا بالانجليزي؟ ثانك يو. ثواني. فانيلا بالانجليزي اذا خلص خلينا نمشيها فانيلا. بالانجليزي فانيلا نفس فانيلا كمان تستخدم بالعاميه بمعنى كلمه طلع عادي او اصلا ممل. اجنبي، طلع نفس الاسم. كمان تستخدم بالعاميه بمعنى عادي او ممل. فلو حدا قال لك ذا موفي واز سو فانيلا يعني الفيلم كان ممل وما في شيء مميز. ايوه يعني بورينج. اوكي بورينج. 1 بورينج. صح والله 1 صح. بورينج. والله صح. 1 بورينج. 2 ستانلس ستيل كبيرتان. تمام. 2 بيج. هسه وين وصلنا احنا؟ عندك معلقتين كبيرتين. طيب سكر بودره صح؟ سكر بودره. سكر طيب فستق. هسه فستق 2 ذس بروبلم يعني بوليس بودره. لا مش بوليس. بودره. بلاش يجوا علينا هسه بعد الحلقه. روح يا بودره. فستق ورد للتزيين. ما معنى فستق في الانجليزي فستق. وورد للتزيين؟ يعني ممكن فستق بتيجي بستاشيو وذ فلاور. بس شو يعني فستق؟ بستاشيو وذ فلاور تزيين ايفنت. ايفنت لا. بستاشيو. لا استنى فلاور. مش ايفنت. استنى مش ايفنت. تزيين مش ايفنت. ويدنج. ديكوريشن. هي بقول لك لو بدك تستخدمها بعباره تقدر تقول مثلا بدك تحكي انا بحب الايس كريم بالانجليزي. اي لاف بيستاشيو ايس كريم، يعني انا بحب بالفستق الايس كريم. بدنا نحكي لهم قد شو المكونات. هي اضافات هون. شي ديد ديكوريتيف فلاور اوف تو ذا كيك. هاي اضافه ورد للتزيين على الكيك يعني. طب جمعها. فستق ورد. طيب فستق بيستاشيو وفلاور ديكوريشن 100 بيستاشيو فلاور تو ديكوريشن. صح انت هون كله صح. خلص طيب. ثانك يو فيري ماتش. طيب هسه في عندنا ان شاء الله نشوفك بفيلم ثاني. طيب هسه هون خلصنا. بقول لك مع استمرار في التحريك حتى يثقل الخليط. ليش ما انت ثقلت؟ ثقل. لا ثقل لانه حطيت عليه طحين. بس والله انك اليوم عجبتني. لا تشيلها على جنب. ولا شيء طلعت شيء. تشيلها على جنب عما ما تثقل. شيلتها على جنب. ايوه هسه الورقه هاي خلصنا منها. معلقتين كبيره سكر. يا اخوان خلي عشان يكون في مصداقيه مع هذا الحكي مش مكتوب على الورقه اللي قاعد بسويه. وما تنقلوهاش تعملوا برامج وتقولوا احنا اللي ترند وهذا. هي وين بس لورنس اسمع اكتب تحت مع تحيات لورنس عشان ما يعملوا عليها كوبي. هسه هون